وأنا أعترف بأن كثيرا من علماء أهل السنة لا سيما في العصر الحديث قللوا وقصروا، وأنا واحد منهم، في بيان مكانة آل بيت النبي لأجيالنا المعاصرة. يعني قلما تحدث واحد مثلي من طلاب العلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلما. وهذا إن دل فإنما دل على تقصير منا نحن وقعنا فيه، بدليل أن أجيالنا ما عرفوا مكانة آل البيت بصورة مشوشة إلا من غير أهل السنة والجماعة. فتدبروا معي أيها الشباب وأيها الأحباب لتتعرفوا على الثقل الثاني، ثقلين: الأول كتاب الله، والثاني آل بيت رسول الله، بنص الحديث، والحديث في صحيح مسلم.